عندي مشكلة في الأسلوب والتعامل مع الناس، بحاول أعدل من طريقتي، بس ما كل ما يحصل حاجة مش كويسة أزهق وأقول أنا كده. لا يا صاحبي، ده أنت دي رحلتك، تزكية نفسك. واللي بتحصل له مشاكل مستمرة بيسموها الباترن، يعني النمط. يحصل له مشاكل مستمرة، دي بتبقى من رحمة ربنا عشان يشاور له على العيب اللي عنده. لأن لما علمونا في إدارة التغيير قالوا أنت بتغير نفسك، بص على الباترنز اللي في حياتك، الأنماط. فأنا مثلا على سبيل المثال، كل ما حد مثلا يفتح التلاجة ياكل حاجة من طبقي بتعصب واكسر واعمل يبقى انا موضوع الحقوق بالنسبة لي، وان ما حدش ياخد حاجة الا لما يستأذني، ده بيغضبني جدا جدا. فانا عرفت ايه اللي بيطلعني من 0 ل 100. ان مثلا حد يوعدني وعد وما يوفيهوش، ده بيخليني اقطع معاه. فالباترن ده، النمط ده، عرفني انا بقطع مع مين، عرفني صفات عن نفسي. نفس الكلام في العيوب اللي عند البني ادم. اول ما يعرف يشوف مشاكل، بالعكس دي المشاكل لما تزيد كأن ربنا بيخليك تشاور بصباعك اكتر على الحاجات اللي محتاج تشتغل عليها. فاثبت معلش واصبر، وربنا بيقول لك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهدوا فينا غير جاهدوا في سبيل الله. جاهدوا في سبيل الله جهاد العدو، لكن جاهدوا فينا هي جهاد النفس. وربنا يقويك ويقدرك.